اليوم يتآمروا على الجزائر من خلال اعلامهم المأجور المسموح اللي تحرر نشراته الرئيسية داخل غرف الموساد. تونس والجزائر يد في اليد ما يغلب أحد. تونس والجزائر يد في اليد ما يغلب أحد. ونوفي المسيرة اللي خرجت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة واللي شارك فيها عدد هام من المواطنين بدعوة من مكونات المجتمع المدني للتنديد بظاهرة عودة الإرهابيين التوانسة اللي كانوا موجودين في بؤر التوتر بالخارج، تحولت في جزء كبير منها إلى مسيرة مساندة للشقيقة الجزائر، وين ترفعت شعارات تندد بما اعتبروه محاولة لزعزعة الاستقرار في الجزائر، وتعتبر أنه مصير تونس والجزائر مصير واحد، وأنه الشعب التونسي والشعب الجزائري مطالبين بالوقوف مع بعضهم في الوقت هذا. لما المخطط الارهابي الصهيوني الاخواني اللي هو يحضر في قاعده في تونس لضرب الجزائر وصناعه ربيع عبري جديد للجزائر، ونحن تاريخيا في تونس والجزائر نحن شعب واحد ملتحم حتى دمنا في سقيط سيدي يوسف وغيرها من المعارك. هذا احنا حتى هبطنا البيان اللي تنجموا تقروه البارح ثلاثه زوج جمعيات، جمعيه المقاومون وابنائهم وجمعيه الشباب العربي وحركه المرابطون بتونس، هبطنا بينا فيه في البيان هذا مساندتنا للجزائر جيشا وشعبا وقياده، ونحن الجيش هذا اللي سندوه لانه هو سليل جبهه التحرير اللي حررت الجزائر 1.5 مليون